سعيد، في مثل هكذا مباريات خاصة مع التقنية الجديدة الحكم المساعد الفار اللي تم إدخاله في كرة القدم في حالات اللي فيها شك. لما الحالة اللي فيها شك الحكم المساعد يستدعي الحكم الرئيسي للإعلان. اليوم حالة فيها شك ومش شك، هي واضحة، لا الحكم الرئيسي يعلن ولا الحكم المساعد يعلن في وقت اللي كنا متخوفين من هذا السيناريوهات ووقع. نعم، شوف قبل الحكم يشوفوا المباراة من الجانب الفني. أوكي. الجانب الفني اولا خطأ كبير ارتكبه المدرب نتاع الكاميرون بتحمله 45 دقيقة وهو ماكث وراء، ما بادر ما خرج خوفا من المنتخب المغربي وتسجل عليه هدف. اوكي. تقريب الحارس المغربي ما شفناش مسك كرة او خطورة ولا شيء. الجزء الاول. الجزء الثاني كاستراتيجية من المنتخب المغربي انه يتراجع بعد ما كان بريسينغ الضغط عالي، اصبح ميديوم، يلعبوا افيك ان بلوك ميديوم ويجريوا في الماتش. بالتدريج المنتخب الكاميروني بدا يدخل في المباراة، دخل في المباراة يعني بكل قواه في العشر الدقائق الأخيرة لما كان منهزم 2-0. هذه من جهة، هذا من الجانب الفني، سيتي تروطار على كل حال. أما اللي صار اليوم نقول لنا الخبث التحكيمي اللي شفناه، حكم كان يمد الأخطاء للمنتخب المغربي، المنتخب الكاميروني لما يكون بعيد على المنطقة المغربية. مد كروت للمنتخب الكاميروني في الوقت اللي كانوا أقل شيء 3 كروت صفراء للاعبين المنتخب المغربي. هذه والله العظيم والله بكل حيادية، يعني ما هيش بينالتي اللي كانت واضحة للمنتخب الكاميروني. أقل شيء أرجع للفار. صح. اقل شيء ارجع للفار، الا اذا الفار داخل في انا قلت الفار هو يستدعيك في الحاله اللي فيها شك. الفار داخل في السكشوكه ما يستدعيش. صح. لما ما يستدعيش تلقى امر تقييمي للمدرب. الحكم ما شافش. نظن هي كانت مباراه كره قدم على كل حال. هذا ضخموها، كبروا الحكايه وردوها، يعني مساله مش عاديه، العالم باسره على كل حال شاف. ما كانتش تستاهل كل هذا الشيء، ولكن تبقى الكلام اللي قلته امس راح نزيد نقوله الان، اللي هو الكوب دافريك هذه اذا كان ما خدتهاش باش ياخذها منتخب غير المغرب راح تكون معجزه من المعجزات العشره. يعني راهم يفون تو فير. اليوم ايطولي المفروض كان يكون موجود مع موتسيبي